السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد علينا يا رب. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض اللحمة المشوية معانا عشان العيد طبعا، بطريقة سهلة وبسيطة. ويلا نبتدي الوصفة معانا. هنا أنا عندي حتة لحمة، بقول للجزار أنا عايزة حتة لحمة للشوي. هيديكي حتة لحمة، يفضل يكون فيها دهون، ولو ما فيهاش هقول لك هنعمل ايه. هنا انا عندي بصلايه بشرتها واخدت ميتها، انا عايزه الميه بس الميه بتاعتها. واحنا هنقعد اللحمه دي في التتبيله، يعني هنعملها مثلا من بالليل نشويها تاني يوم. هنا انا عندي معلقه صلصه مسبكاها في البيت، ما عندكيش جيبي الجاهزه عادي. وعندي معلقه هريسه شطه، حاميه او بارده عادي. وحطيت شوية خل وشوية ملح، وهحط الفلفل الأسود عندي. ولو عندك بهارات شوي حطي، ما عندكيش حطي بابريكا مدخنة. الاتنين بيبقوا حلوين أوي أوي مع اللحمة المشوية. تمام، أنا هنا حطيت الفلفل بتاعي، وهنا أنا كان عندي بهارات شوي، ما كانش عندي بابريكا مدخنة. حطيت معلقة شاي زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اقلب اللحمة مع كل البهارات دي، مع البهارات والصلصة والكلام، كل ده بيدي طعم للحمة جميل. طبعا في سر كده هنعمله مع بعض، ده اللي بيخلي اللحمة في حتة تانية. تمام، هعينها بقى ان شاء الله، هعينها في التلاجة لتاني يوم عشان نبتدي ان احنا نشويها. طبعا تاني يوم عملت الفحم بتاعي وهسيبهم مع بعض عقبال لما اجهز اللحمة بتاعتي. هيولعوا مع بعض دلوقتي، وهيبتدي ان هو ايه، يمسكوا في بعض. اجهز اللحمة بتاعتي بقى. انا عندي هنا عصيان الشيش طاووق، نقعتها في المية لمدة ساعتين، وهبتدي ان انا ارصص اللحمة بتاعتي بقى في العصيان، وابتدي احط بين قطعة وقطعة حتة ليا ضاني. طبعا لو عندك لحمة ضاني يبقى احلى بكتير، طبعا هتبقى تحفة في الشوي. هنا بحط كل بين قطعة وقطعة حتة ليا ضاني، وهحط شوية خضار مشوي. لو انت حابة، ما مش حابة الخضار اللي انتوا حابينه يعني. هحط شوية طماطم مع فلفل مع بصل في عصيان الشيش طاووق بتاعتنا. ممكن تحطي جزر بيبقى جميل برضو، وتحط عليهم نفس التتبيلة اللي احنا تبلنا بيهم اللحمة، هيبقى تحفة. هنا هبتدي زي ما انتوا شايفين الفحم بتاعي طبعا كله ولع مع بعضه. هبتدي ان انا احط اللحمة بتاعتي مع الخضار، ونبتدي ان احنا نقلب فيها كل شوية بحيث ان اللحمة بتاعتنا ما تنشفش. انت لو سبتيها ومشيتي هتنشف، فناخد بالنا من الحتة دي. ونهوي، يعني حاولي ان انت تهوي عشان الفحم يفضل مولع كده وما يتطفاش معانا. زي ما انتوا شايفين اللي بتاعتي بدأت ان هي تسيح، وبدأت اللحمة ان هي تبتدي انها تستوي وتاخد معايا لون. اهم حاجة التقليب يا جماعة، زي ما انتوا شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، طلع حكاية. طبعا عملت لهم شوية سلطة. السلطة دي حكاية، لو هتعملها سندوتشات جميلة بتحط منها مع البابا غنوج مع قطع اللحمة والخضار، تحفة. أتمنى الوصفة تعجبكم، وأتمنى أن انتوا تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.